إيه اللي بيحصل في العالم النهاردة؟ العالم داخل على مرحلة شديدة الخطورة. أكبر حاملة طائرات أمريكية وصلت فعلياً قرب الحدود الإيرانية. أوروبا بتقلب على أمريكا وبتفتح دراعاتها للصين، وبكين نفسها استغلت اللحظة وبدأت أوسع حصار عسكري حوالين تايوان في تاريخ الجزيرة كله. وفي الخلفية الذهب بيقرب من حاجز $5000، والفضة بتجري وراه بسرعة مش طبيعية. فالسؤال اللي يفرض نفسه، البنوك المركزية اللي بتشتري الذهب بالكميات المرعبة دي شايفة إيه وبتستعد لإيه؟ خليني أقولك الحقيقة من الآخر، اللي بيحصل ده كله مش صدفة، والصدفة الوحيدة فعلا هي إن مفيش صدفة. النهاردة هنجمع مع بعض شوية أحداث ممكن تحس في الأول إنها ملهاش علاقة ببعض، بس أول ما نعمل زوم أوت ونبص على الخريطة من فوق هنكتشف إن كل الخيوط متشابكة، والمشهد مرعب أكتر مما متخيلين. خلينا نمشي خطوة خطوة من كندا لإيران لحد الصين. كندا، الانقلاب اللي محدش كان متوقعه. في أوائل يناير الإعلام العالمي نقل مشهد كان مستحيل تتخيله من شهور. رئيس وزراء كندا مارك كارني قاعد في بكين قدام شي جينغ بينغ وبيتكلموا عن اتفاقيات تجارية بمليارات الدولارات. كندا عضو مجموعة السبعة، اقتصادها مرتبط بأمريكا بنسبة تقرب من 75%، وحليف تاريخي لواشنطن. فجأة قررت تفتح خط مباشر مع الصين وتتجاهل أمريكا تماماً. رد ترامب كان عنيف، بوست على تروث سوشيال تهديد بفرض رسوم 100% على الصادرات الكندية، وإهانة سياسية مباشرة لكارني. والكل كان متوقع إن كندا ترجع خطوة لورا، لأن التهديد ده معناه خنق الاقتصاد الكندي بالكامل. لكن اللي حصل كان العكس تماماً. كارني طلع في دافوس وقالها صريحة قدام العالم: الصين شريك يمكن التنبؤ به، وعصر هيمنة أمريكا انتهى. والأخطر، لأول مرة من أكتر من قرن الجيش الكندي بدأ يناقش سيناريوهات التصدي لغزو أمريكي محتمل، وده رد مباشر على تصريحات ترامب اللي كان بيتكلم عن كندا كالولاية 51، ونشر خريطة ضامن فيها الأراضي الكندية لأمريكا. فضيحة دبلوماسية تاريخية بكل المقاييس. ولو فاكر إن ده كله مجرد شغل سياسة وإعلام، استنى اللي جاي. أوروبا كمان بتغير جلدها. بعد تصريحات كارني بساعات، قادة أوروبا بدأوا يتحركوا في نفس الاتجاه. ماكرون قال من دافوس إن الصين مرحب بيها في أوروبا. المستشار الألماني فريدريك ميرتس بيجهز زيارة لبكين، وكير ستارنر وافق على إنشاء أكبر سفارة صينية في العالم في لندن، وبيحضر لزيارة رسمية للصين. ده معناه إيه؟ معناه إن التحالف الغربي اللي أمريكا كانت قاداه من 70 سنة اتكسر، وبسبب سياسات ترامب العدوانية أوروبا لأول مرة مضطرة تدور على بديل، حتى لو البديل ده هو الصين. المفارقة، ترامب اللي اتخدم عشان يرجع الهيبة الأمريكية هو نفسه اللي فكك التحالف الغربي وسرع الانتقال لعالم متعدد الأقطاب، وفتح للصين باب تاريخي من غير ما تدفع ثمنه. طب هل ده حصل من غير حساب؟ في رأيي لأ. ترامب كان عارف واختار يمشي في السكة دي. ليه؟ لأن أمريكا ببساطة ما بقتش قادرة تتحمل تكلفة الإمبراطورية. ولو شايف الكلام ده مبالغة، خليك معايا. الاعتراف الأمريكي الرسمي. في 23 يناير وزارة الدفاع الأمريكية نشرت وثيقة استراتيجية الدفاع 2026، والوثيقة دي كانت اعتراف واضح إن أمريكا مش قادرة ولا عايزة تفضل شرطي العالم. الاستراتيجية الجديدة، أمريكا عايزة تبقى سيدة نصف القرى الغربي فقط. يعني إيه؟ يعني تركيز كامل على أمريكا الشمالية والجنوبية والكاريبي، تقليل الدعم العسكري لإسرائيل وإجبارها تعتمد على نفسها، ترك أوروبا تواجه روسيا لوحدها. والأخطر، الوثيقة نفسها بتتوقع تآكل الحضارة الغربية في السنوات الجاية. الخلاصة، أمريكا بتنسحب خطوة لورا عشان تعرف تكمل، بس التاريخ بيقول إن أي تراجع إمبراطوري دايما بيجي معاه حروب، لأن ميزان القوة بيختل فجأة. وده بيودينا للنقطة الأخطر، إيران، المسرح الجاي للانفجار. حسب تقارير عبرية، حاملة الطائرات أبراهام لينكولن وصلت فعليا خليج العمان قرب إيران لتنضم لأكبر حشد عسكري أمريكي منذ حرب الخليج. مدمرات في بحر العرب، قاذفات نووية B-52، مقاتلات F-15 و F-15 في الأردن وقطر.
وفي نفس الوقت مسؤول الطيران المدني الإسرائيلي حذر شركات الطيران من فترة شديدة الحساسية، وبدأت الرحلات تتلغي. إيران ردت بخريطة للأهداف الإسرائيلية وهددت بإغراق الحاملة بصواريخ فرط صوتية. الرسالة واضحة: أمريكا بتحاصر إيران استعداداً لضربة كبيرة. ليه؟ لأن إيران هي أهم حليف للصين في الشرق الأوسط، وبتوفر حوالي 12% من احتياجاتها النفطية. ضرب إيران يعني ضرب الاقتصاد الصيني، يعني كبح صعوده. وده كله ما يتعارضش مع خطة أمريكا الجديدة. هي مش هتسيب الصين تاخد مكانها في الشرق الأوسط، وأول خطوة كسر شوكة إيران وفتح الطريق لإسرائيل تعتمد على نفسها. والصين بترد فوراً. بالتزامن مع انسحاب الحاملة الأمريكية من بحر الصين الجديد، الصين بدأت أكبر حصار بحري وجوي لتايوان في تاريخها. عشرات السفن والطائرات حوالين الجزيرة، وضغط مباشر على واشنطن، يتراجع في الشرق الأوسط يا إما تواجه جبهتين في نفس الوقت. كل ده حصل في أول 3 أسابيع بس من السنة، ولو ربطت الخيوط مع بعض الصورة هتبقى أوضح من أي وقت فات. العالم بيتغير قدام عينينا، موازين القوة بتتهد، وأحداث كبرى على وشك إنها تعيد تشكيل الكوكب كله، وإحنا بنتفرج عليها لايف. والساعات الجاية هنتابع تطورات الجبهة الإيرانية، وكمان الغليان الداخلي في أمريكا بسبب آيس وانتهاكاتها. ولو وصلت لحد هنا اعمل شير عشان اللي جاي أخطر بكتير. شكراً.